السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات وأكلات من مطبخي. اليوم نحضر معكم كسكسو مغربي على حق وطريقه، سهل في التحضير والمذاق ديالو جد رائع. نتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا لا فيديو. أول حاجة بالنسبة للكسكسو، هنا خديت اللي حبيبات ديالو متوسطين. عندي هنا 500 غرام ديال الكسكسو، وانتم كتمشيو على حسب الرغبة، يعني حسب الكمية اللي نتوما بغيتو. من بعد كنضيف ليها الملح، وغنضيف زيت المائدة. كنخلط هاد المكونات هادو وغندوز نسقي هاد الكسكسو ديالي، يعني كنرشو بالماء. هنا عندي تقريبا رشيته بكاس ديال العنبه ديال الماء في الاول، وكنخليه حتى كيتشرب مزيان هذاك الماء. عطيتكم المقادير ديال الماء بالنسبه للمبتدئات باش ما يتعجنش ليهم ويجي ناجح. من بعد كندوز كنحضر المرق اللي غادي يتفور عليه الكسكسو. المرق ديالي هنا ديال الخضره، هنا درت زيت المائده، ضفت واحد نص بصله كبيره، والنص الاخر غنخليه حتى نحضر به المرق ديال الدجاج. هنا ضفت كذلك مليحه، واحد شويه ديال السمن، كنغلق عليهم ونخليهم يتشحروا. هنا بعد ما تشحرات ليا ديك البصيله، نتوما كتلاحظوا كتبدا كتغير اللون ديالها. صافي غندوز باش نضيف التوابل. قبل ضفت واحد شويه د الماء باش ما يتحرقوش ليا التوابل. ضفت الابزار، سكينجبير او الزنجبيل، كزبر مطحون، ضفت كذلك الكركم وشويه ديال العطريه او التوابل ديال الدجاج او المروزيه ديال الدجاج. كنحرك هاد المكونات هادو مزيان وكنمرق عليهم. هنا درت الماء مغلي غير باش ما نربح الوقت. من بعد كنضيف الجزر. هنا عندي بالنسبه للخضره عندي غير الجزر والقرعه الحمراء. كنضيف واحد الباقه ديال القزبور، وكنوضع هذاك الكسكسو ديالي كيتفور الفوره الاولى. من بعد ندوز نحضر المرق ديال الدجاج. هنا وضعت زيت المائده، قطع ديال الدجاج، كتاخذوا الكميه اللي نتوما محتاجين ليها. كنضيف داك النص الاخر ديال البصله اللي فات ليا شلطها، وشويه ديال السمن، كنخليهم كيتشحروا مزيان. ضفت كذلك شويه د الملحه. هنا غندوز نضيف التوابل. عندي الابزار، كذلك عندي سكينجبير والكركم او الخرقوم بلدي، شويه ديال القزبر مطحون، وواحد المعلقه صغيره مع مراش ديال التوابل ديال الدجاج او المروزيه الدجاج. صافي كنخلط هاد او عفوا كنحرك هادشي مزيان. هانتوما كتلاحظوا الدجاج ديالي ها هو تشحر مع ديك البصيله والتوابل. هنا غنضيف زلافه ديال الحمص، سبق لي رقدتها ليله كامله او رطبتها ليله كامله. صافي كنحرك هاد المكونات هادو وغندوز نمرق عليهم. هنا مرقت عليهم بالماء طايب، ضروري ديروا الماء طايب لان الحمص ديجا خدا واحد الحراره من هذاك الدجاج مع البصله. كنضيف كذلك واحد شويه د القزبور، شويه د الزعفران طبيعي، كيبقى اختياري. الزعفران كيبقى اختياري، هو كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد المرق هذا. الكسكسو ديالي راه هو كيتبخر او كيتفور عفوا. غندوز نحضر له الطفايه ديالو. هنا وضعت غير زيت المائده كيف كتلاحظوا في الطنجره. البصله البيضاء، خديت كيلو ديال البصله البيضاء، شلطته بهذا الشكل هذا. صافي وكنوضع عليها مليحه ونخليها حتى كتدبال وكتشحر. صافي هنا غندوز باش نفور الكسكسو ديالي المره الثانيه. هنا غندوز نرش هذا الكسكسو بكاس لاروب ديال العنبه ديال الماء. هنا كنعطي المقادير ديال الماء فقط للمبتدئات باش ما يجيهم ناجح هذا الكسكسو، وكل تفويره كندير فيها نص ساعه. هنا هو الجزر ديالي سير كيطيب. غنضيف عليه القرعه الحمراء، قطع ديال القرعه الحمراء. ندوز نشوف البصله ديالي، ها نتوما كتلاحظوا ها هي بدات كتشحر. في هذا الاثناء ضفت واحد شويه ديال المرق ديال الخضره، ضفتو على هاد عفوا ديال الدجاج، ضفتو على ديك الخضره يعني الجزر مع القرعه، وخليت الكسكسو ديالي كيتفور فوق منه. هنا بالنسبه للبصله ضفت ليها الزبيب، 200 غرام ديال الزبيب كحل بلدي، ويمكن لكم تستعملوا الزبيب الابيض ماشي مشكله.
ضفت التوابل اللي هي البزار، السكينجبير، الكركم، كنخلطها مزيان، كنخليها تشحر. هذاك الزبيب مع البصله كيتشحروا مزيان. كنضيف واحد 2 حبات ديال المسكه الحره كيبقاو اختياريين، هي فقط كتعطي واحد التعليكه زوينه لهاد البصله هذه مع الزبيب. وضفت واحد شويه ديال الزعفران الطبيعي. بالنسبه للزعفران مع المسكه كيبقاو اختياريين، يعني متوفروش ماشي مشكل. وكنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن مع مراش، غير واحد شويه، حتى هو كيبقى اختياري. معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه باش غنعسل هاد الدفايه ديالي. كيف لاحظتوا ما ضفتش الماء على البصله، لان البصله البيضاء ديجا كتطلق الماء. الا كانت البصله الحمراء كتضيفوا واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء باش كطيب لكم وصافي. وكنضيف واحد 2 معالق كبار ديال العسل يكونوا عامرين. هاد العسل يكون ضروري يكون طبيعي، والا ما توفرش كديروا غير السكر، حتى هو كيعسل هاد البصله كتجي زوينه. صافي كنخليها كتشحر مزيان وكتعسل هي وهداك الزبيب مع البصله حتى كتعسل وكتشرب هذيك الماء، ما كيبقاش كيتشرب. صافي كنطفي عليها. هنا الكسكسو ديالي راه واجد، فورته 3 ديال التفويرات. كل تفويره كندير فيها تقريبا نص ساعه، يعني ما بين 25 دقيقه حتى نص ساعه. هنا صافي الفوره الثالثه هي كبلات، وكل مره كنسقيه بكاس لاروب ديال العنبه ديال الماء. انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، الطريقه واضحه. صافي هنا درت واحد شويه ديال السمن باش يعطي واحد النكهه للكسكسو، ووضعته في صحن التقديم. صافي وغندوز باش نسقي الكسكسو ديالي. ها نتوما كتلاحظوا كنوضع ديك المريقه مزجت هذيك المرق ديال الدجاج مع ديال الخضره، كيعطي واحد النكهه زوينه وكتجي المريقه معلكه. كنوضع القطع ديال الدجاج. راني سبق لي حضرت معكم باللحم. نفس الطبق هو باللحم كيجي حتى هو زوين. الا بغيتوا تشوفوه راه هو متواجد في القناه، وغنخلي لكم في الرابط في اول تعليق. صافي غندوز باش نوضع هذيك القرعه مع الخيزو والتفايه من الفوق. غنوضع كذلك الحمص فقط. راني ما درتش لكم التفويرات كاملين، راه 3 ديال التفويرات ما بين 25 حتى 30 دقيقه لكل وحده باش كيجيكم الكسكسو معلك وطيب مزيان. وهذا هو الطبق اللي حضرت معكم. كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله تعالى.